يمكن لما كنتش طلعت دكتور أمراض نسا أكيد كنت هطلع جناني، بس كانت هتبقى كارثة، لأن مش ممكن وأنا شغال جناني بس أقدر أملك بيت زي ده ولا جنينة حلوة زي دي وعيش مبسوط أنا ومراتي وحبيبة قلبي دينا، ومعانا أحلى هدية من ربنا، سليم ابني. سولي راح عند ماما، أصل ماما بتعمل معايا حركة جدعانة عشان تسيبني مع دينا لوحدنا النهاردة. أنا أصلا عملت مفاجأة لدينا اللي ما كانتش عارف إن أنا راجع من مؤتمر الطب امبارح، كانت فاكراني راجع آخر الأسبوع. ماما فهمتها إن سولي وحشها جدا وخدته منها امبارح علشان لما أوصل بالليل نكون لوحدينا، بس للأسف الليلة ما مشيتش زي ما كنت عايز خالص. يلا معلش تتعوض. دينا 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 كريم يا دكتور. أيوة يا أحمد. أنا بقول تروح شوية، ملوش لازمة أبدا وقعدك هنا دلوقتي، أنت محتاج ترتاح. للأسف هي دخلت في غيبوبة كاملة، والله أعلم هتفوق منها ولا لأ. هتفوق يا أحمد بإذن الله هتفوق، أي حاجة غير كده ما ينفعش، أنا ممكن أموت فيه. دينا مش بس مراتي، دي كل حاجة في حياتي، أنت فاهمني يا أحمد؟ دينا عبد الوهاب السيد. اتولدت في الحسين، وابويا وقتها استلف علشان يوزع لحم على الفقراء. قال يعني احنا مش فقراء، اصله كان نادر ندر، لان امي ما كانتش بتخلف وما كانش حد عارف ما بيحصلش الحمل ليه. بس انا جيت من هنا وامي بقت ولا الارنبه من هنا، جابت 3 بعد مني، ولدين وبنت، وانا كبرتهم، انا اللي قصيت الشريط.
ما تدعاك كويس يا وليه، هي تقضية واجب. 35 سنة بدعك لك كتفك وعمره ما خف يا عبد الوهاب. هيخف النهارده؟ البت دعاء عايزة فلوس الدروس، في ولا مفيش؟ مفيش. وبعدين انا ما برتاحش الا من تدليك ايديكي. يعني اقول للبت ما تروحش الدروس، هتسقط عشان تبقى عارف. ما تسقط ولا تتنيل على عينها. اعمل ايه انا؟ اروح اشتغل رقاصه؟ ما عندك الشحط عيالك ولا ياسر وحايم؟ لا، ما انا سبت الورشه. سبت الورشه؟ اه. ازاي يعني؟ يعني سبت الورشه، يعني لسه وحيد قال الشغل نايم، والورشه ما تستحملش 3 صنايعيه، فطبيعي يعني مش هيمشي عياله الاتنين وهيخليني انا. ليه يعني؟ عشان خاطر جمال ابويا يعني؟ ادي المصيبه اللي حلت على دماغي. روح اتنيل على عينك، ما انت طول عمرك فاشل، تلاقيك عملت مصيبه وما انتش عاوز تقول. كلموا لي ضيف الكويت، مين فيكم معاه رصيد؟ مع ناس زفت. وبعدين مالكش دعوه بضيا، كلمني النهارده الصبح وكان صوته وحش وقال لي ادعي لي ياما، ما لحقتش حتى اساله ماله. مين اللي على جنابك وجنابه؟ ده انا عليا شيكات وقضايا تحبسني العمر كله. اله يخرب بيوتكم. رايح فين يا رحاي؟ سيبيه غرفه 60 ناهر. ده تكنيله ادم شؤم علينا. يا دينا يا دينا. ايوه يا بابا، معلش انا كنت بعمل لك الاكل. ومين يا بنتي له نفسي ياكل؟ ما تقومي، عاوزه اتفك مع بنتنا شويه. تفك يا اخويا وحتى ماسكك اللي هتفك ركبك اكتر ما تفك. تعالي يا بنتي، تعالي جنبي، تعالي جنبي. شوفي يا دينا يا بنتي، احنا عايشين مع عالم فقر، واولهم امك والعصابه اللي خلفتها من بعدك. بس انا ما بثقش الا فيكي. قبل امك ما تولدك كان كده في المنام حاجه عظيمه، زي ما يكون ملاك، وقال لي عبد الوهاب انت هتجيب بنت لو ربيتها كويس وخدت بالك منها هتكون سبب سعدك وفرحك. وانا لسه مصدق لحد دلوقتي، بس انا مش شايف امارات. عشان كده عاوزك لما تروح المحل تطلبي من الاستاذ راضي يسلفنا 2000 جنيه. انا معايا 1000، هنحط ال1000 على ال2000 ونسدد ديوننا. ما هو انت ما يرضيكيش ان انت تشوف ابوكي في السن ده يتحبس ويتبهدل في الاقسام والمحاكم. الشر عليك، الشر عليك يا بابا. الاستاذ راضي بيحبك وبيعزك وبيعتبرك زي بنته، وعمره ما رفض لك طلب. حاضر يا بابا، حاضر. اقول لسليم ايه يا دينا؟ اقول لهم هما فين؟ ارجوكي فوقي، اوعي تسيبينا، احنا من غيرك ولا حاجه. انت اللي غيرتيني وغيرتي حياتي كلها من اول لحظه شفتك فيها. شرفتونا. طيب هخلص واكلمك. سلام. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أؤمر. هو حضرتك صاحبة المحل؟ لا انا بشتغل هنا. طب تمام.
بس انا بدور على حاجه كده تنفع هديه لواحده. يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس هي عندها مناسبه سعيده وعايز اجيب لها حاجه فيري سبيشال. لو اعرف المناسبه ايه انا ممكن اساعد حضرتك. يعني اتجوزت، خلفت، نجحت. لا سقطت. سقطت؟ وهي دي مناسبه سعيده؟ لا هي ما سقطتش في الامتحان، هي سقطت في بيبي. بصي هو الموضوع متلخبط كده شويه، بس هي سقطت في بيبي هي ما كانتش عايزاه. يعني بغض النظر يعني هي دلوقتي مبسوطه وفرحانه وانا عايز احتفل بيها. انا مش عارفه حضرتك بتتكلم بجد ولا بتهزر، بس لو بتتكلم جد انا مش عارفه اساعدك ازاي. اصل انا اول مره اسمع عن حاجه كده الصراحه. هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي ايه علاقته بالموضوع؟ انا اسمي دينا. حلو وجديد. ايه حلو وجديد دي؟ هو حضرتك جاي تشتري ولا جاي تظبط؟ على فكره احنا محل محترم. في ايه يا دينا؟ لا مفيش حاجه، انا عايز الانسه بس تدور لي على هديه كده ما تقلش ثمنها عن 10000 جنيه. اهلا وسهلا، اللي تؤمر بيه حضرتك. كرسي بسرعه للباشا يا دينا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا باشا. أهلاً بيك. مساء الخير. مساء النور. مش حضرتك برضو اللي جيت من كام يوم عشان تشتري من عندنا الهدايا؟ مظبوط. لو مش عاجباك ممكن نغيرها لك عادي يعني. لا بالعكس دي كانت حلوه قوي، تسلم ايدك. بص انا هخش معاكي دغري. تقبلي عزومتي النهارده على العشاء؟ لا طبعا، ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ هو حضرتك مرتبطه؟ على فكره انا دكتور وابن ناس، مش حد صايع يعني. وعلى فكره انا ممكن دلوقتي اتعامل مع حضرتك على انك بتعاكسني. ما اظنش بقى ان دكتور محترم زيك هيحب يتسحب في الشارع. امشي بقى عشان ما اعملش معاك الصح. ما انا قلت مش معقول هتيجي تزور عمك لله في لله. هو انا اقدر استغنى عنك وعن نصايحك برضه؟ يا سلام، قال يعني بتعمل بنصيحة قوي يا اخويا. شوف يا كريم، انا اعرف كويس قوي ازاي تقدم قلبك على عقلك. ده هو الحب. بس الحب حاجة والجواز حاجة تانية. فهمني بقى، انت بتحب عشان تتجوز ولا بتحب والسلام عليكم ورحمة الله؟ والله بحب وعايز اتجوز، وعايز اتجوز دينا تحديدا. ما اصل كمان البت معذورة ولازم ما تصدقكش. لا حول ولا قوة الا بالله، زائد الفرق اللي بينك وبينها
ده يخليها تتشكك في الامر كله. انا عارف كل الكلام ده، بس انا قول لي المفروض اعمل ايه؟ دي مش راضيه حتى تديني فرصه ابين لها احساسي شكله عامل ازاي من ناحيتها. ومش هتديك الفرصه. واضح من كلامك ان البنت متربيه وكرامتها في السماء. ايوه. ربنا. شوف، انت تاخد بوكيه ورد شيك وحلو وتعزمها على العشاء في مكان هادي ورومانسي، وتفتحها في الجواز على طول. اي كلام غير الجواز مش هتسمع لك. وفي نفس الوقت لما تسمع هي موضوع الجواز الدنيا كلها هتتفتح لك. البلد كلها تحب حكايه الجواز دي موت زي عينيها. انت متاكد يا عمي؟ اسمع كلام عمك واعمل اللي انا بقوله لك بالظبط. حاضر. ده اللارج، اتفضلي. انت تاني؟ قولي يا عاشر. ما بعدش والله. عاوز ايه؟ عايز اشتري هديه. عاوز مني ايه؟ طب هدي خلقك بس شويه. اولا هابي فالنتاينز داي. ثانيا انا بقالي 3 اسابيع بحاول اكلمك وانت مطنشاني خالص، بس المره دي بقى انا مصمم. بقول لك ايه، ينفع اشوفك بعد الشغل؟ عايز اقعد اتكلم معاكي كلمتين، ولو يا ست الكلام ما عجبكيش اوعدك انك عمرك ما تشوفي وشي تاني. يا اهلا يا اهلا يا باشا، يا اهلا. الله يخليك. اهلا وسهلا. خلي بالك من الاستاذه دي. ها قلتي ايه؟ قلت اتفضل امشي من هنا. طب بقول لك ايه، في محل جنبكم هنا اسمه بول، انا هحجز ترابيزه واستناكي. ما تاخرش بقى. يلا باي. اتفضلي. انا شايفه على وشك كده ابتسامه فرحه، لا تكون فاكر نفسك جبت رجلي ولا حاجه. انا جايه بس عشان اقول لك انك بقيت حاجه مزعجه جدا في حياتي، وانه ايا كان اللي هتقوله انا مش موافقه، ولو ما بطلتش تطاردني وديني لا اقول لاهلي، ومش بعيد كمان اعمل لك محضر. هي الدنيا سايبه ولا ايه؟ خلاص خلصت كلامك؟ اسمعيني بقى. انا اسمي كريم عادل، دكتور امراض نساء، وبصراحه انا بتاع بنات، بحب البنات الحلوه اللي زيك كده، بس طريقتك وشخصيتك خلوني ما افكرش في اي حاجه غير فيكي، وبقى عندي استعداد اعمل اي حاجه بس عشان تبقي ليا. ابقى ليك؟ يعني ايه ابقى ليك؟ انت فاكرني ايه يا استاذ؟ اهدي بس من غير عصبيه. انا عارف كويس ان انا بتكلم مع واحده محترمه وبنت ناس، علشان كده بقول لك انا عندي استعداد اجي اقابل اهلك واتقدم لك. انت بتقول انك ما شاء الله عليك دكتور قد الدنيا، واللي معاك بره دي مش عربيه، دي مركب فضائي. هتبص الواحده بقى ليه من توك توك للميكروباص ومن الميكروباص للتوك توك؟ انت عايز تجنني؟ بص انا هقول لك حاجه من غير ما اضحك عليكي. انا لما شفتك فكرت يعني ان احنا نقضي مع بعض وقت لطيف كده وخلاص، لكن لما شفت قد ايه انت محترمه وحافظه على نفسك وكرامتك، لقيت انك ممكن تبقي افضل زوجه ليا. يعني فرقش معاكي كتير قوي الفلوس اللي انا صرفتها في المحل، ولا عربيتي السبور، ولا مظهري، مع ان الحاجات دي بتوقع بنات كتير قوي ما بيركبوش الا اغلى العربيات، وبيصيفوا كل سنه تقريبا في اوروبا، ومش ناقصهم ولا حاجه. طب بذمتك الاقي فين واحده باحترامك ده؟ بصي انا عايز واحده تصوني تحفظ غيبتي، والاهم من ده كله ان اعرف احبها، وانت من النوع اللي انا اعرف احبه. كلامك حلو قوي بس ما يتصدقش. انت مجنون؟ طب هابي فالنتاين. كريم، مساء معقول؟ الفل يا كبرنا. مساء الفل يا حبيبي.
اتفضل يا حبيب عمو اتفضل. ها طمني، 7 ولا ضابع؟ 7 يعني. اكيد زي عمو. اتفضل يا حبيبي. اشوفها وابوسها بين عينيها بنت الايه اللي خلتني اشوفك مرتين في يوم واحد. ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ بص يا باشا، انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه، والنتيجه طلعت ايه من الاخر؟ مش قلت لك؟ قلت لك خبره، انا قديم يا ابني. باشا. المهم ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ قول لي بقى المفروض اعمل ايه؟ في ايه بالظبط؟ في امي. اكيد طبعا مش هتوافق، وهتقعد تقول لي العيله والمستوى الاجتماعي، ما انت عارف كلامها. شوف يا كريم، انت تفهم نبيلة من اول لحظة الموضوع ده غير قابل للنقاش الطويل. انهي الموضوع بقرار حاسم وجريء منك انت. ولو شغلت لك بقى اسطوانة العيلة زي ما انت فاهم، ما انتش غريب، ما انت عارف عيلة مام. كانوا ناس يلا كانوا ناس طيبين وخلاص، يعني مش زي عيلتنا. كفاية خالك وجدي الله يرحمه. كان عاطل وما كملش تعليمه كمان. ربنا يستر بس وما توقفش فيها، تشوفنيش مجنون. مجنون و60 مجنون كمان. ازاي تفكر حتى انك تتجوز واحده من المستوى ده؟ بص لنفسك، بص حواليك، شوف الفيلا اللي انت لسه مشتريها بملايين. معقوله تقعد واحده زي دي فيها؟ مالها دينا يعني؟ ما هي بنت معاها شهاده جامعيه وابوها راجل موظف وامها ست بيت، جرى ايه يعني؟ واخوها اللي بيشتغل ميكانيكي اخباره ايه يا دكتور؟ فكر شويه، لما يبقى عندك اولاد مين هيبقى خالهم؟ مع احترامي طبعا، بس عيله حضرتك كانت اقل كتير من مستوى عيله بابا الله يرحمه، وده مش عيب طبعا. ومتهيألي كان ليا خال عواطلي عمره ما اخد شهاده، الدنيا ما اتهدتش يعني. الله يرحمه. بس في فرق، احنا ولاد اصول. ما كناش اغنياء زي عيله ابوك، لكن ولاد ناس. لا اله الا الله. يعني هم يعني اللي ولاد 60 في 70؟ ما هم ولاد ناس برضه. بص يا ماما، انا فكرت كتير قوي في الموضوع ده. انا عرفت بنات كتير جدا على جميع المستويات، لا شفت في ادب ولا اخلاق دينا. ماما انا هتجوزها، يعني هتجوزها. يلا يا ماما. ايه ده؟ اوعى تقول اننا وصلنا. ايوه وصلنا. ده بيت عروستك يا كريم؟ يا ماما احنا هنعيده من اول تاني. ايوه يا حبيبتي هو ده، يلا بقى. مش عارفه اقول لك ايه. عادي. الله يسامحك. هيسامحني ان شاء الله. الله يسامحك يا كريم. هيسامحني حبيبتي. ده على مهلك على مهلك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. احنا زرنا النبي النهارده. طب والله احنا متشرفين بالنسب ده. بس انا كمان مديكوا جوهره. اي والله يا حاج ام كريم، ست بيت وتربيه واخلاق، جوهره فعلا. اما اتولدت كان نفسي اسميها جوهره، بس امها بقى ما رضيتش. ما شاء الله باين عليها. ده حتى الدكتور كريم دايما بيشكر لي فيها. امال الاموره الصغيره بقى بتدرس ايه؟ دعاء بنتي داخله معهد فني تمريض ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يخلي. ربنا يخليكي يا استهانم. طب نقرا الفاتحه بقى. يلا.
اي حاجه هم محتاجينها انا متكفل بيها. ربنا يخليك ليا يا كريم. انا بتهيالي مفيش حد في الدنيا دي كلها دلوقتي مبسوط قد. صحيح في حاجه حصلت يوم قرايه فتحتنا كده نسيت اسالك عليها. حاجه ايه؟ ابن خالد عبد الله ماله؟ حسيت كده انه مش بالعني، مش حاببني، كمان متهيألي انه ما قراش الفاتحه معايا. بص يا كريم، انا ما احبش يكون في حاجه انا مخبيها عنك او حاجه ما تعرفهاش عني. عبد الله كان عايز يخطبني بس الكلام ده من زمان، وابويا ما وافقش عشان صايع وضايع ومالوش مستقبل، ويمكن الموضوع ده يعني يكون لسه مأثر عليه. لا ثانيه واحده، انت كنت موافقه عليه ولا ايه؟ لا طبعا، بقول لك صايع وضايع ومالوش مستقبل ومش الشخصيه اللي انا ممكن ابص لها خالص، بس في الاول وفي الاخر ابن خالتي ومتربي معايا. تفتكري يعني هو لسه بيحبك؟ لا انسى، الموضوع ده بقاله سنين وكلنا نسيناه، وانا كمان مش عايزاك تحطه في دماغك يا كريم. اصلا هو كده كده ابوه اسكندراني وعايش في اسكندريه وما بينزلش مصر غير كل فين وفين، يعني مش هتشوف. تمام. اقول لك بقى على الخبر الحلو اللي انا كنت وعدك بيه. ايوه بقى، خلينا في الاخبار الحلوه، انا مستنيه من الصبح. قول. بكره هعدي على باباكي واتفق معاه ان فرحنا يبقى الشهر الجاي. بجد يا كريم؟ بجد. ثلاثة على واحد يقتدم يمين مرة يخرج من الحارس بيضاء الكرة والجول مش ممكن ليونيل ميسي شنو نمبر 1 في العالم صفق يا ريكارد اتمتع يا فان باستن اتعلموا يا الارجنتينيين مش ممكن اللي خلى الماتش ميسي على طريقة مارادونا 86 لها تاريخ من قال التاريخ لا يعيد نفسه غالط على طول الخط ميسي كرر تاريخ انت ليه يا حبيبتي مصممه ان ما يبقاش في شغاله؟ على فكرة لما تولدي هتحتاجي حد يساعدك. يا كريم يا حبيبي، انت ناسي ان انا متربيه في بيت كان فيه ام بتعمل كل حاجه بنفسها، وبعدين ادخل واحده غريبه تعيش معانا بتاع ايه؟ بس الكلام ده في شقة مش في فيلا طويلة عريضة زي اللي احنا عايشين فيها دي. اي نعم انت مش مخليها محتاجة اي حاجة، بس انت بصراحة بتصعبي عليا. بشوفك يعني عمالة بتجري في الفيلا توضيب وتنظيف، ده في حد ذاته شيء صعب، ما بالك بقى وانت حامل. طب هو انا يعني كنت جيت اشتكيت لك؟ ولا مره قلت لي يلا نقعد مع بعض ولا نخرج قلت لك لا اصل انا تعبانه ومش قادره؟ مين بيتصل؟ ده رقم ما اعرفش مين، يمكن عايز يحجز في العياده ولا حاجه. طب ما ترد. لا وارد ليه؟ ما في حد قاعد هناك هو اللي بينظم مواعيدي كلها. بقول لك ايه، فكري بس في موضوع الشغل ده، انا هنزل شويه اقعد في المكتب. اوكي. ايوه يا هبه، انا مش قلتلك ما تكلمنيش وانا في البيت؟ كان كفايه قوي مسج. وانت كمان وحشاني جدا. بكره هحاول بكره كده اخطف ساعتين واعدي عليكي. ماشي يا حبيبتي، لاف يو تو. باي يا حبيبتي، باي باي. ايه منى؟ ايه يا حبيبي، سوري معلش قفلت في وشك، دي مكانك جنبي. وحشتك قد ايه؟ طب قولي لي بقى سؤال سريع كده، انا لو جيت لك دلوقتي الدنيا عندك تبقى امان؟
اصل يا ماما مش عايز ابين قدام دينا ان انا متضايق من موضوع الشغاله ده، بس ان انا عارف ان انت بتدوري لنا على واحده. مش عايزه تفهم بس ان ده تدخل منك يعني. قولي لي صحيح، صحباتك لسه عندك ولا مشوا؟ اصل كل ما باجيلك بيبقوا عايزين يعمل لهم كشف جماعي، علشان كده قلت لك الدنيا عندك امان ولا ايه؟ أنا آسف يا دينا، آسف على أي لحظة ضايقتك فيها. أرجوكي فوقي يا رب، يا رب اشفيها يا رب، النبي يا رب قومها بالسلامة يا رب، اقف جنبنا يا رب. وبعدين يا كريم ما ينفعش كده، أرجوك. ممكن جدا تبقى حاسة بيك دلوقتي. دكتور مراد بره، أنا كلمته وحكيت له على اللي حصل. تعالوا نخرج له سوا، يلا. شفت يا مراد، دينا بتروح مني، حياتي كلها بتضيع. استهدى بالله، مش كده مش كده، ان شاء الله هتقوم بالسلامه. كريم انت لازم تتماسك وتبقى قوي، فاهم؟ ما ينفعش اللي انت فيه ده ابدا. انت ما تعرفش هي وقعت ازاي؟ لا ما اعرفش، بس كانت بايته عندها واحده صاحبتها، بس اكيد مشيت قبل الحادثه، لان لو كانت موجوده كانت سمعت صوت الوقعه. صوت الوقعه كان جامد قوي قوي يعني. كريم أنا آسف، بس أنت عارف في الحالات اللي زي كده اللي بيكون فيها وقوع من بلكونة أو حاجات زي كده بيبقى لازم نبلغ البوليس، لأن دي مسؤولية. أنت شايف إيه؟ انا مش قادر اتكلم مع حد، بجد مش قادر. لو سمحت يا دكتور اجل الموضوع ده شويه، ما فيهاش حقيقة، وكمان مش هقدر اسيبها لوحدها. ما كانتش آخر ولا أول مرة تخوني يا كريم، دي كانت أبسط مرة. بس كل كوم بقى، والرقاصة الأوكرانية دي كوم تاني خالص. عارف ليه؟ علشان شفتك بعينيا. يعني انت متأكد من رقم الأوضة؟ يا بنتي والله العظيم براقب فيه من الصبح. في الأوضة فوق. يلا سلام. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. لو سمحت أنا جوزي نزيل عندكم هنا، اسمه دكتور كريم عابد. ايوه يا فندم. هو تقريبا في أوضة 106. وأنا كنت عايزة نسخة من المفتاح علشان أنا عاملة له مفاجأة النهاردة عيد جوازنا. ماشي يا فندم، ممكن بس البطاقة؟ طبعا. ماشي، اتفضل. شكرا. اتفضل يا فندم البطاقة. ميرسي. المفتاح اهو يا فندم. ايه الجمال والجودة دي؟ تشيرز. تشيرز. ما تكلميني بقى عن حلاوتك شوية. دينا
اعمل ايه يا عمي؟ تعمل كتير يا كريم. بصراحة يا ابني أنا مصدوم فيك. طول عمرك حتى وأنت في عز شقاوتك راجل وبتفهم في الأصول. غلطتي انا عارفها. انا بقالي كتير بعيد عن ربنا، واديني بدفع الثمن اهو. يا ابني أنا زمان يا ما عرفت ستات، مشينا واتفسحنا، مشينا في وسط البلد، رحنا السينما. إنما أغضب ربنا بالشكل ده لا يا ابني لا. الحاجة دي بتجلب الفقر. وبعدين دلوقتي انت متجوز، عايز تعرف ستات ليه وتخون ليه؟ بقى تخون مراتك اللي هترافقك بقيت عمرك واللي هتجيب لك ابنك ليه؟ كما تدين تدان يا كريم. فاهم يا ابني؟ النبي يا عم ما تضغطش عليا اكتر من كده، انا اللي فيها مكفيني. قول لي اعمل ايه بس؟ استغفر وتوب لربك عسى يرضى عنك. قوم اتوضى وصلي ركعتين لله يمكن يشفعوا لك، وتطلع على بيت مراتك تستسمعها وتعاهدها قدام ربنا ان ده ما يكررش تاني ابدا ابدا ليوم الدين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طب والنبي يا عم انا هضغط عليك، بس ممكن تيجي معايا المشوار ده؟ انا لا. خد مامتك وروح لها. يا أستاذ كريم، أنا لما اديتك بنتي قلت لك دي جوهرة، حافظ عليها وحطها جوه عينيك. اخص، هي دي آخرتها؟ هي دي تصرفات ولاد الأصول؟ يرضيكي كده يا حاج أم كريم؟ لا طبعا ما يرضنيش. امال احنا جايين ليه؟ ما تقولي حاجه يا ست فتحيه. هقول ايه بس وابوها قاعد؟ ربنا يقدم اللي فيه الخير ويكفينا يا اختي الشر والغدر. انا عارف ان غلطتي كبيره، بس كل اللي بتمناه ان ربنا يغفر لي وانتوا تغفروا لي. انتوا عارفين انا بحب دينا قد ايه. انا كل اللي بتمناه بس ان انتوا تقفوا جنبي وتساعدوني. حضرتك اعتبرني زي ابنك. أنا لو ابني هو اللي عمل كده أنا كنت موتته بإيديا دول. الرجولة أدب يا أستاذ كريم. من الآخر كده وبصراحة ومن غير لف ولا دوران، إذا كنت فاكر يعني عشان أنت بتساعدنا هتدوس على رقبة بنتي وكرامتها، أنا بقول لك لأ. إحنا صحيح ناس غلابة لكن كرامتنا فوق في العلالي. وعلى العموم مش أنا صاحب القرار، هي صاحبة القرار. دقيقة واحدة. يلا يا مدينة. بالاذن يا اختي. اتفضلي. ماما انا مش عارف دينا لو ما وافقتش هعمل ايه. انت وعدتيني ان انت تساعديني. حاضر، بس المهم تكون استوعبت الدرس كويس. طلقني. لا لا لا، ابعد عني وياك تلمسني. طب اسمعيني بس. مش عايزه اسمع حاجه، مش عايزه اسمع غير كلمه الطلاق. اسمعي بس الراجل عاوز يقول ايه. بس يا ماما. ده رأيي يا دينا. طب اعملي لي حساب، اسمعي اللي هيقوله لك كريم. ولا مجيتي دي بقى ملهاش خطر عندك؟ لا يا طنط، انت لولا مجيتك دي انا ما كنتش خرجت من اوضتي. بس انا ما استاهلش كده من كريم. ولا انت ايه رايك؟ استني يا بنتي. بس يا ماما بقى. استني لما نسمع هيقول ايه الكلمة دكتور. انا بجد ندمان وبعتذر لك على اي تصرف غلط حصل في حقك، ومستعد احلف قصادكم دلوقتي ان ده عمره ما هيتكرر. ياه، خلصت كلامك؟ هو ده بقى الكلام اللي كلكم عايزين يسمعوه؟ طب طلعني يا كريم. انا مش عايش مع واحد خاين ورمرام زيك. انا لازم اطلع دلوقتي. مالك مالك يا حبيبتي. يا حبيبتي لو حاسه بايدي تضغطي عليها دينا، انت لازم ترجعي عشان خاطر انا واصلين مننا.
ارجوك يا دينا. طب حرام لي اي حاجه فيكي. دينا حاولي طيب لو سمحت ابوس ايدك. لازم ترجعي تاني لسليمان. امسك يا سولي، شوت لي باب يلا. برافو عليك، يلا يا ولد. بص يا حبيبي، ما تيجي تشوط الكورة، ها؟ شوطها بوش رجلك كده، اوكي؟ هتبقى ميسي بجد. شوط كده، ماشي؟ يلا وريني. شكلك بطيخة يا سولي. فعلا عادي، انا كنت متوقعه ان كل ده هيحصل. اه لا لا مش مهم خالص. طب نتكلم بعدين، باي باي دلوقتي. عمرك ما هتتغير يا كريم، عمرك ما هتتغير. كريم كريم ايوه اطلع يا كريم. بلعب مع سليم شوية بس 5 دقايق. كريم ممكن تطلع حالا؟ يا مامي مالها؟ متجننة ولا ايه؟ تعال اوبا. بس هنرجع نلعب تاني، ها؟ دي شكلها عصبية قوي. ايه يا حبيبتي؟ خير، بتزعقي كده ليه؟ مين صاحبة الرقم ده؟ رقم مش متسجل، معرفش مين. سليم، خش اوضتك حبيبي. يا عيني على البراءة. واحدة بعتها لك مسج تقول لك وحشتني يا كوكي، وحشتني شفايفك، وعايزة اسافر معاك السخنة زي زمان. ما تعرفهاش صح؟ واضح قوي من الرسالة ان دي كانت علاقة قديمة وماليش بيها اي اتصال. لا تصدق اقنعتني. الكلام ده تروح تقوله لواحدة تانية، واحدة ما قفشتكش في أوضة مع ست قبل كده. ملوش لازمة بقى الكلام ده، ما انت عارفة كويس قوي ان انا بقيت بني ادم تاني. الحقيقة التغيير واضح جدا، واضح جدا كمان ان الرسالة دي مش موجودة اساسا. اقول لك الرسالة دي فوتوشوب. انت هتفضلي بقى كده في سخرية طول الوقت؟ وكمان انت بقى مرة ايه تمسكي تليفوني اصلا وتفتشي فيه؟ انا بمسك تليفونك وفتش فيه؟ وتمسك تليفوني بتاع ايه؟ كنت قفشتني في حضن راجل قبل كده؟ احترمي نفسك واتكلمي عدل. اضربني كريم، يلا اضربني. ما انا ما بقتش استبعد منك اي تصرف. واحد بقى مجنون خلاص، الستات واكله له دماغه وتافه. تضربني يا كريم؟ انت بتضربني انا؟ انت اتجننت؟ اخرسي بقى، ما ينفعش سليم يشوفنا كده. حبنا قوي، خايف على سليم قوي. يا اخي بطل تمثيل بقى، انت اشتريتني. والمصحف الشريف ما اعرف عنها حاجه، انا مستعد اكلمها دلوقتي وافتح السبيكر عشان تعرفي ان انا ماليش اي علاقه بيها. انا مش قاعده لك في البيت يا كريم، طلقني بقى. حرام عليكي بقى يا دينا. انا كنت مظلوم في الموقف ده يا دينا، لكن كان ممكن اكون اهدى من كده. كان لازم استحملك اكتر من كده، بس انت غضبك وقتها كان علشان بتحبيني وبتغيري عليا، وكنت بتخافي من غلطاتي القديمة معاكي. لو كنت اعرف ان هيجي يوم واقعد فيه قدامك كده وانت في الحالة دي، تهيألي عمري ما كنت ضايقتك لحظة في حياتي. فوقي يا دينا، فوقي، انا مش ممكن اعيش من غيرك. دكتور احمد، دكتور احمد، دكتور احمد، في ايه يا كريم؟ نبضات القلب اتلخبطت خالص. بسرعه. خد بلو بسرعه. نسيت ليه؟
كريم انا مش هضحك عليك، احنا اصحاب. الحالة وضعها سيء جدا. الليلة دي بس تعدي على خير، بكرة ان شاء الله في كونسولته تقيل قوي هيكشف عليها. ادعي لها يا كريم. يا بني عادي ربنا دلوقتي، هي تستاهل انها تعيش. انا متأكد ان ربنا ينجيها، متأكد. ان شاء الله. انا اخش اقعد معاها شوية. اتفضل. معقول يا دينا تروحي مني في الوقت ده وفي الفترة دي، بعد ما انا اتغيرت وبعد ما علاقتنا استقرت وحياتنا بقت احسن من اي وقت فات؟ من ساعة ما سافرت المؤتمر ده وانا قلبي مقبوض، كنتش مرتاح، كنت قلقان عليكي قوي، مش عارف ليه. دلوقتي بس عرفت ليه. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عيني. ده انت نور حياتي عمري كل أملي، شوق الدنيا كله مش كتير عليك، والله كل حاجة فيا. ايه يا كيمو انت فين؟ بقالي ساعة بكلمك تليفونك مقفول، انت نايم ولا ايه؟ نايم ايه؟ انا مش عندك اصلا. مش عندي ايه؟ انت نزلت يا ندل من غيري؟ انا نزلت خالص، انا في القاهرة، مشيت من دبي. نزلت ليه مصر بس يا كريم؟ ده ايه الرخامة دي؟ ما خلاص المؤتمر خلص وما عنديش اي التزامات تانية، قلت انزل اقعد بقى مع مراتي بدل ما هي قاعدة في البيت لوحدها كده. والله انت بتهرج يا كريم، ده انا قلت خلاص بقى هنعيد امجاد زمان، ده انا حتى معايا شوية بنات ايه كارثة. الله يخرب عقلك. لا يا عم انا تبت، انت عارف كويس قوي ان انا عهدت ربنا اول ما رزقني بسليم ان انا ما اعملش اي حاجة. كمان يا اخي انا مبسوط كده، مش عايز ازعل دينا. وعلى فكره هي انا كمان عامل لها مفاجاه، يعني هي ما تعرفش ان انا نازل النهارده، هي فاهمه ان انا نازل الاسبوع الجاي. غلطان، اليومين اللي جايين دول فيهم بيزنس زي الفل، ده انا كنت قاعد مع صاحب اكبر مستشفى هنا في دبي وكان هيموت ويقعد معايا. والله لو ايه. وفايتك كمان المزز بتاعت النهارده، اعيش معاهم انا بقى لوحدي. خليهم لك ان شاء الله، مراتك هتقفشك. بعد الشر يا سيدي، سلام. يلا باي باي. يا بتنادي الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عيني. مين؟ مين ايه؟ انت مستنيه حد غيري يا هانم ولا ايه؟ كريم؟ حبيبي 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 حبيبي. المفاجأة الحلوة دي. وحشتيني قوي. انت كمان قوي قوي. طب يلا نخش. يلا تعالى. حلو الأكل. تحفه. انا كان وحشني الاكل من ايدك اصلا، مع ان اكل الاوتيل كان حلو، كنت كل ما اكل اي حاجه حلوه اقول يا ريت دينا كانت تبقى معايا. طب ايه الفرق بقى بين اكلي واكل الاوتيل؟ لا اكلك انت احلى طبعا. يا سلام. على فكره ما بقتش اتبسط غير وانتوا معايا، اي سفريه بعد كده لازم اجيبكم معايا. انت بتبص لي كده ليه؟ شكلك زي القمر النهارده.
مش النهارده بس، انا زي القمر على طول. وبعدين تعالى هنا، عايز تفهمني ان انت في دبي ما شفتش ستات حلوه خالص؟ ما شفتش ستات اصلا. ليه ان شاء الله هاجروا. ما بقتش اشوف ستات غيرك يا حبيبي. ماشي، غلبتني ومش هعرف ارد عليك. بس على فكره بقى، انت ما سالتش على سوري لغايه دلوقتي. انا عارف هو فين، عند ماما. لحقت قالت لك؟ ما انا اللي متفق معاه، انا اللي مرتب كل ده. نقعد مع بعض لوحدينا شويه بقى. بجد يا كريم؟ بجد. انت مش معقول. يا نهار اسود. ايه خير في ايه؟ سعاد. سعاد ايه، صاحبتك؟ انا لازم اكلمها دلوقتي حالا. طب خير، طمنيني. مفيش، جوزها المجنون يا سيدي اتخانقت معاه وقررت تسيب له البيت وتيجي تبات هنا. وبعدين انا لما شفتك نسيت كل حاجه. لا ابوس ايدك الحقيقه. كلمها اهو، ربنا ما تكونش نزلت بس. يا رب. ايوه يا سو. ايه يا حبيبتي انتي فين؟ نازله من على المحور؟ لا 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 خالص، انا بكلمك اطمن عليكي، بشوف يمكن تكوني كسلتي عشان الوقت اتاخر. لا يا حبيبتي تعالي على مهلك، انا مستنياكي. باي باي. كريم انا اسفه، انا مش عارفه اقول لك ايه بجد. معلش يا حبيبتي، حظي وحش. احنا عندنا بكره اليوم بطوله، وكمان انا جاي من السفر تعبان ومرهق. لا انت بتقولي كده عشان ما ازعلش، بس انت حط نفسك مكاني، يعني اعمل ايه؟ هي جايه من دقي مخصوص والوقت اتاخر، اكيد مش هقولها تلف وترجع. لا ما يصحش طبعا، انا ما اقدرش بكده. طب انا عارفه ان انا دمي تقيل قوي، بس انا عايزه اعرف انت هتعمل ايه دلوقتي. اصلا هي لو شافتك هتبقى في نص هدومها. هتعرف. المهم خليها تخش كده وتغير هدومها وناموا انتوا في الاوضه اللي فوق، وانا هنام في الاوضه اللي هنا. انا بجد مش طايقه نفسي دلوقتي. ولا انا لما قالت لي انها تيجي تبات معايا اتبسطت وقلت بدل ما اقعد في البيت لوحدي. بس هي تمشي على 8:30 9، هي قالت لي عندها مشوار. خلاص يا حبيبتي انسي الموضوع، بكره عندنا اليوم بطوله. انا هخش اقعد في المكتب كده ربع ساعه على النت وبعد كده بخش انام. كريم انت مش زعلان صح؟ لا يا حبيبتي. انت عارف ان انا بحبك قوي. انا اللي بموت فيكي. كريم. يا احمد. على فكره مراد مش بيقول لك لو عاوزت اي حاجه كلمه في التليفون. طب انت ايه نظامك؟ هتروح ولا هتبات هنا؟ لا هبات هنا، هفضل جنبها. طيب على العموم انا قدامي ساعتين وهمشي. دكتور اشرف كمان هيمسك مكاني. انا فهمت كل حاجه عن الحاله. ايه رايك انت في الشويه دول تروح البيت تلبس حاجه تقيله عشان الدنيا بردت؟ انت عندك حق، انا كده لازم اطلع البيت، اجيب تليفوني وتليفون دينا، وكمان اجيب شويه فلوس. بقول لك يا احمد، انا مش هتاخر، شويه وارجع، بس ارجوك اقعد جنبها. متقلقش. حاضر. سلام.
كريم. أيوة أسفة لأني مش الملاك اللي أنت كنت فاهمه. أنا كنت أسوأ إنسانة ممكن تقابلها في حياتك، بس أنا هاخد العقاب اللي استحقه لأني إنسانة خاينة. خسرت دنيتي كمان آخرتي. دينا، مالك مكشره النهارده وجوزك شبرين؟ في حاجه مزعلاكي؟ انا ما بحبش الزعل. قولي لي انت عايزه ايه وانا اريحك. أنا محتاجة 2000 جنيه ضروري. بس كده؟ طيب اسبقيني على المخزن. عملت ايه مع الواد الدكتور؟ الواد استوى على الآخر وطلب يتجوزني النهاردة، وهو ده الموضوع اللي كنت عايزك فيه ضروري. شفت دماغي السم؟ انا لو كنت سمعت كلامك دلوقتي وسبتك تقلبي زي العبيطه في 3-4 آلاف جنيه، مش كان زماننا خسرانين فرصه العمر دي؟ يعني أنت مش متضايق إن أنا أتجوزه؟ اتضايق على النعمه، انا لو بعرف ازغرط كنت قمت عملتها. بعدين دي طلعت قدر واتفتحت لنا انا انت تتجوزيه واحنا زي ما احنا سنين مقرطصين الناس دي كلها، يعني جت على الواد السيس ده. أيوة بس أنا بحبك أنت يا عبد الله، مش عايزة أتجوز حد تاني. أنت حب عمري. يعني أنت مش متضايق إن أنا أتجوز حد تاني؟ بنت تتجوزيني تعملي بيها ايه؟ نشحت على بعض انا وانتي؟ وبعدين ما انا اتقدمت لك وابوكي هو اللي كرشني، ولا نسيتي؟ الواد ده تتجوزيه 1 ولا 2 نقلبه فرشين حلوين بعد كده تتطلقي. وبعدين انا لما اتقصت عليه طلع بتاع نسوان، يعني مسيره هيخونك، وساعتها نمسك فيها وتتطلقي ونبقى مع بعض بقى، بس واحنا تقال. طب وده هتجوزه ازاي؟ ها؟ يعني ايه ازاي؟ يعني احنا كنا بننيل ايه دلوقتي يا عبد الله؟ واديك قلت بعضمة لسانك انه مش اهبل وبتاع نسوان، يعني هيقفشني. لا ما تشيليش هم من الحته دي. قبل الفرح باسبوع اخدك ونطلع على الدكتور عجب، وهو يرجعك شخص سليم من كرتونتك. مالك بقى؟ في ايه؟ هو انت يا عبد الله عمرك ما حبيتني؟ انت مش غيران عليا؟ دينا حبيبتي، انا فتحت عيني على وش الدنيا وانا بحبك، انه احنا عيال صغيره، انما حب من غير فلوس مش هيعيش. اسمعيني، انا هستحمل على نفسي وضع انا كارهه، بس هتعرفي في الاخر ان انا بعمل كل ده عشان خاطر حبنا يعيش ونبقى في الاخر مع بعض. عارفه يعني مع بعض؟ بقول لك يا قلبي، انا كنت محتاج 2000 جنيه بكره ضروري. ماشي يا عبد الله، بس تستنى لما يرجع كريم اخد منه احسن مش معايا. طب ما تخليهم 3 وعلى قلب امه قد كده. حاضر يا روحي.
اشرب ايه يا قلبي؟ زفت اللي عندك ده نزل ولا لسه؟ 5 دقايق ونزل على ايدي. اول ما ينزل هكلمك. وحشتني قوي يا بيتو. معلش بقى يا قلبي، كيس القماش بقى غالي قوي اليومين دول، وانت عارفه انا ما بعرفش اشرب غيره. تموت وعرب بتخلصوا مع مين غيري؟ يا موسيتي، انا عايزك بكره في الشقه الساعه 8. ها ما تاخريش. مش هينفع يا عبد الله. كريم موجود وما تهينيش انه نزل خالص. لعن ابوه ما تتصرفي. بقول لك ايه، ما تشنجنيش عليكي. حاضر حاضر، اهدى على نفسك شويه. يعني الشقه دي خلاص؟ شقه؟ بقول لك البيت جاله امر ازاله، يعني هيقع. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ هنتقابل فين؟ انا عارف بقى، هو انت اللي من ساعه ما اتجوزتي وعماله تنقطيني بالفلوس، مش عارفه تطلعي منه بمبلغ كويس. كان زمان عندنا شقه محترمه دلوقتي تلمنا. يا شيخ حرام عليك، ده انا بديك كل شهر مش اقل من 10000 جنيه، وبقعد اخترع لكريم 100000 فيلم عشان اقول انا صرفتهم فين، وانت برضه بتصرفهم على الزفت اللي احنا بندفعه ده. اوه، وانا اعمل ايه يعني؟ وانا لازم اشرب زفت مخدرات عشان اعرف انسى انك بتنامي في حضن واحد تاني غيري؟ انا ما اقدرش استحمل ان انا ما اشوفكش لوحدي. فكري في ايه؟ ودي يا عبد الله، قوم اقف كده. هتصوريني ولا ايه؟ ما تقوم تقف، انت هتستظرف. خلاص انت غاويه تفصلينا، خلاص. نيل اهو، وقفت اهو. وقف عدل. ايه رايك؟ فاكر البت سعاد رضا المنقبه صاحبتي؟ مالها؟ انا بقى ممكن ادخلك البيت على انك هي، وكريم مش موجود، وهو عارف انها صاحبتي قوي، تطلع وتنزل بالنقاب براحتك، وعارف انها لا بتسلم على رجاله ولا حتى بتتكلم معاهم، واقصر منك حاجه بسيطه. ايوه بس اللي بتقوليه ده خطر، مصيبه يعني. لا مصيبه ولا حاجه. كريم ما بيقعدش في البيت فترات طويله، وكمان ما بيشكش فيا خالص، وانا بقى ممكن اعمل اي حاجه عشان اشوفك انا وانت لوحدي. لا، طب بقول لك ايه، ما تيجي نودع المله الوداع الاخير. نخلص الجوينت الاول. جوينت؟ على النعمه فقري. اوعي اوعي، ما تطفيهوش يا عبد الله. بس بقى مش سيبك بقى. اوعي اوعي، امسكي. تعالى اقول لك على حاجه بس. بقول لك البيت هيقع. بكلمك كانت رساله لكريم، وبص لقيت بنت كده عماله تتميص عليه، وقلت اعمل عليه فيلم عشان اظبطه شويه، بس قلشت بقى، اصله سبتني. الله 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 الله، ايه طعم الحنيه ده يا بنت؟ انت ايه بتغيري عليه ولا ايه؟ انا ما بغيرش غير عليك انت وبس يا عبد الله. يا لهوي يا لهوي، وحشتينا يا بنت. بس بقول لك ايه، هي الطلعه بتاعت البنت الاوكرانيه دي اللي اتزل فيها صح. وعلى العموم مش انا صاحب القرار، هي صاحبة القرار. دقيقة واحدة. يلا يا مدينة. بالاذن يا اختي. اتفضلي. أنا بقول كفاية كده، لا يزعل ونخسر كل حاجة ونبقى بنقفل حنفية فلوس مفتوحة. كفاية الفلوس اللي بيديها لي كل أول شهر، واديكي شايفة اللي بعوزه بطلبه، ولسه جايب لنا LCD. ايش قلبك طيب قوي كده وخايف على LCD؟ انا عارفه بتعامل مع الاشكال دي ازاي. اديك شايف قاعد بره مبلول. بقول لك ايه، دوس عليه براحتك، ده انا في بطني عيل منه. بقول لكم ايه، انا هخرج معاكم دلوقتي، بس انا كل ما شد انتوا تروحوا. ثانيه واحده. شكلي حلو؟ عمر 14. طب انفخوا في عيني بقى عشان اعيط. يبدو اننا ندخل على مشاكل كبيره في التنفس. مسألة وقت يا دكتور. والدكتور كريم فاهم ده طبعا. أكيد.
دكتور رشاد قال له حاجه زي كده اول لما وصل، خصوصا لما قال له ان في استحاله لامكانيه اي تدخل جراحي في التوقيت ده بالذات. بعد 4 سنين جواز أول مرة أحس إن في حاجة اتحركت جوايا ناحية كريم، لدرجة إني ما كنتش طايقة عبد الله. إزاي أنا حبيت إنسان زي ده؟ إزاي سبته يسيطر عليا ويعملني كده؟ وأدي النتيجة. ايه يا عبد الله، وصلت فين؟ يعني نصايه وادخل على كتب. وحشتينا يا مزتي. وانت كمان. مالك كده مش محسن انك مبسوطه اني جاي؟ انا مش المره دي بس على فكره، بقالك فتره كده مش عجباني. انت ليه بتقول كده؟ يعني حتى دلوقتي بترد عليا من تحت ضرسك. لا تحت ضرسي ولا حاجه. ماشي ماشي يا دينا، انا جايب نفسي دلوقتي واشوف اذا كان عادي ولا مش عادي. طب بقول لك ايه، وانت داخل ما تنساش تلبس النقاب. مش معنى ان كريم مش موجود ان انت تدخل كده عادي. يوه انت ايه حكايتك يا بنت؟ انت في ايه؟ في يا عبد الله مالك؟ ما انا بقول لك انك مش مظبوطه. بعدين سيزفت بتاعك ده كل شويه تجيبي لي سيرته في جمله مفيده. هو انا قلت ايه يا عبد الله؟ مش معنى ان كريم مش موجود ان احنا نستهتر. دينا انت فاهماني وانا فاهمك. ده انا مزانك يا بنت، انت تربيه ايدي. في حاجات بتحصل انت مش واخده بالك منها، بس انا مركز قوي قوي يا دينا. حاجات زي ايه؟ خلي بالك عشان كريم، اصل كريم هياخد باله، اصل كريم بيعاملنا حلو اليومين دول. كريم كريم كريم. ايه حنيتي ولا ايه؟ انت زمان ما كنتيش بتطيقي تجيبي سيرته، ايه اللي حصل؟ بقول لك يا عبد الله، انت جاي من البلد التانية عشان تتخانق ولا عشان تتبسط؟ اتمسى وقول يا مسا. ماشي يا دينا هتمسى، وما نشوف هنتبسط ولا لا. سلام. سلام. مين؟ مين ايه؟ مستنيه حد غيري تاني يا هانم ولا ايه؟ كريم؟ حبيبي 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 حبيبي. ايه يا عبد الله؟ بقول لك ايه؟ كريم عمل لي مفاجأة وما كانش قايل لي وجه، وهو اللي قال لأمه تاخد سليم. فلف وارجع بقى عشان الليلة خلاص باظت. نعم روح امك، وانا بقول لك جاي لك من اسكندريه عشان تقولي لي الليله باظت وعامل لي مفاجاه. هو انا اعمل ايه يعني وانا كنت اعرف؟ يعني انت ببساطه كده دلوقتي بتقولي لي روح عشان انا بقول لك ايه؟ بلاش الاسلوب الزباله ده، وما تخلينيش اعلي صوتي وكريم في البيت. وبعدين هو انت مين؟ مش جوزي؟ جوزي اللي انت اصريت ان انا اتجوزه جاي دلوقتي تقول كده؟ انا اسلوب زباله يا دينا؟ طب ورحمه امي ورحمه امي ما هتباتي في حضن حد تاني غير الليله دي. بقول لك ايه، ما تخلينيش اجي لغايه عندك واقول له على كل حاجه، والله العظيم اقتله لو حكمت. بعدين اظبطي كده، احنا اول مره نعملها ولا ايه؟ انت اكيد اتجننت خلاص صح؟ المخدرات لحست نافوخك؟ الله يسامحك يا عبد الله، الله يسامحك. طب خلاص اسمع، انا هكلمك كمان شويه على انك سعاد. ما تفتحش بقك وما تردش على اي كلمه انا هقولها لك. بعد ما اقفل هبعت لك مسج، تيجي ترن الجرس تطلع على فوق على طول. فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي، بس بسرعه بقى احسن الدنيا ساعه. ها وبعدين حضري حاجه كلها عشان جعان. سلام. خلاص مش بس بطلت احبك، انا بقيت بكرهك يا عبد الله. حياة امي لا تكون اخر مره تلمسني فيها، بس عدي الليله السوداء دي. ابقى ليك؟ يعني ابقى ليك؟ انت فاكرني ايه يا استاذ؟ ازاي تفكر حتى انك تتجوز واحده من المستوى ده؟ بس انا كمان مديكوا جوهره. طب بذمتك هلاقي فين واحده باحترامك ده؟ بقول لك صايع وضايع ومالوش مستقبل ومش الشخصيه اللي انا ممكن ابص لها خالص، بس في الاول وفي الاخر ابن خالتي متربي معايا. وتمسك تليفوني بتاع ايه؟ كنت قفشتني في حضن راجل قبل كده؟ ماشي بصي احنا
اتخانقت معاه وقررت تسيب له البيت وتيجي تبات هنا. المهم خليها تخش كده وتغير هدومها وناموا انتوا في الاوضه اللي فوق، وانا هنام في الاوضه اللي هنا. واضح من كلامك البنت متربيه وكرامتها في السماء. لما شفت قد ايه انت محترمه حافظه على نفسك كرامتك، لقيت انك ممكن تبقي افضل زوجه لك. انا مش عارفه انا فين ولا راح على فين. انا شكلي كده بسيب الدنيا اللي كنت فيها وحشه قوي، مع ان ربنا اداني حاجات كتير بس انا اللي ما استاهلش. كريم يا عمل لي ايه عشان اعمل فيه كل ده؟ خدعته من اول لحظه. عبد الله قوم، الساعه بقت 12. يلا.
يلا يا عبد الله قوم يا ابني. عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله قوم كلمني. عبد الله، عبد الله، عبد الله قوم. عبد الله اصحى. صوت عبد الله، عبد الله ما تخلينيش على الصوت يعني ممكن يسمعني. نتفضح انا وانت. قوم قوم نتكلم معايا زي ما بتكلم معاك. انت ما متش صح؟ انت بتهزر معايا؟ على فكره مش وقت هزار. عبد الله قوم قوم. لا لا ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ عبد الله قوم يا عبد الله. عبد الله ما تهزرش. اسود. عبد الله، عبد الله لا انت بتهزر معايا وبتقوم دلوقتي تقوم من على السرير. عبد الله قوم لازم روحي قوم. عبد الله اكيد ما قررتش تموت هنا صح؟ اكيد ما قلتش هنا يا ابن الكائن. قوم. هو انا في بيتك انا ما كنتش عايزك تيجي. بص ايدك. قوم. سليم. عبد الله يا عبد الله. يا عبد الله النبي قوم بايدك. اعمل ايه؟ عبد الله بوس ايدك. قوم يا عبد الله. بوس ايدك يا عبد الله. انا هتموت دلوقتي. لا عبد الله النبي قوم. قوم يا عبد الله. والنبي ما تفضحنيش. سليم سليم.
حتى